أحياناً في الطب النفسي للأطفال بنشوف حالات غريبة شوية. أحكي لكم النهاردة على حالة شفتها وكانت من الحالات الغريبة والنادرة اللي ممكن نشوفها في طب نفس الأطفال. في عندنا في الطب النفسي عامة حاجة اسمها الاضطراب المفتعل أو factitious disorder. الاضطراب المفتعل ده بيبقى المريض فيه بيدعي إن هو عنده مرض وبيبتدي يلف على الدكاترة كلهم. مش بيدعي مرض علشان محتاج تقرير، محتاج تعويض، محتاج حاجة، لا خالص. هو كل اللي محتاجه دعم نفسي من الفريق الطبي اللي هو بيروح له، إنه الدكاترة تهتم بيه، التمريض يهتموا بيه، يطبطبوا عليه، يقولوا له إحنا معاك. ده كل اللي هو بيبقى محتاجه. طيب إيه اللي دخل الأطفال في القصة دي؟ الأطفال بقى بيحصل لهم حاجة اسمها الاضطراب المفتعل بالوكالة، أو بالإنجلش بيتقال عليها factitious by proxy، واللي وصفها عالم اسمه مانشاوسن، فبالتالي الاضطراب اسمه مانشاوسن باي بروكسي. ايه بقى المانشاوسن باي بروكسي ده؟ بيحصل ان الام بتيجي تشتكي ان الطفل عنده مشكله طبيه، ايا ما كان ايه شكل المشكله الطبيه، وهن عام، حساسيه في الجلد، نزيف من مكان معين، ونبتدي بقى دكاتره الاطفال يدوروا وراه قد كده، ونعمل فحوصات، في أطفال بتوصل لمناظير، ونعمل أشعات، وفي الآخر خالص بيطلع الطفل ما عندوش أي حاجة خالص. دكاترة الأطفال بيشكوا إن الطفل ده حالة اضطراب مفتعل بالوكالة، إن الأم مفتعلة مشكلة طبية عند حد من أولادها، وبتبتدي تلف بيه على الدكاترة علشان تكتسب الدعم النفسي من الفريق الطبي اللي بيعالج الابن ده، وتبتدي تحس بأهميتها وقد إيه هي أم كويسة ومهتمية بولادها. ده بيديها شكل من أشكال الراحة النفسية اللي هي بتدور عليها، بس للأسف بتكون بتدور عليها بطريقة مرضية. فياريت يا ماما لو عندك أي فكرة من هذه الأفكار بلاش نعمل كده، لأن ده بيأذي الطفل جدا وبيؤدي لنتائج سلبية في المستقبل. فلازم ناخد بالنا من الموضوع ده، لأنه صحة أولادنا النفسية نعمة ولازم نحافظ عليها.